إخوة الأفاضل، إخوة الحج أبو مسعود رحمه الله، بنات الفضليات الكريمات، بنات الحج أبو مسعود، أبناء وأحفاد وأصهار الحج أبو مسعود، الأخوات المعلمات المشرفات في المخيم، مشاعر الهداية والنور، الأشبال والزهرات في المخيم ليوم الغابي غدا. أحييكم جميعا تحية الإسلام وتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشخصي وباسم الأخ محمد عاشور الأغا رئيس الجمعية وباسم إخوتي في مجلس الإدارة أرحب بكم أجمل ترحيب على تلبيتكم بهذه الدعوة. الأخوات والإخوة الكرام، إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نقيم هذا العرس المتواضع تقديرا منا لواجباتها وحرصا منا على تحمل مسؤولياتها لتكريم وتخريج أشبال وزهرات مخيم الحج أبو مسعود. من منا لا يعرف هذا الرجل الفذ العلامة، إن التاريخ كتب عنه ولم يكتب التاريخ. إنه كان منارة لمن يعرفه ولمن لا يعرفه. إنه كان منارة في الميدان التعليمي والاجتماعي والتنظيمي والعسكري. عمل الخير والإحسان شعاره في الحياة، الابتسامة لا تغادر محياه. لقد كان الحج أبو مسعود حريصا كل الحرص أن يساهم من خلال جمعيتنا هذه في بناء جيل من الشباب الفلسطيني القادر على تحمل المسؤوليات الوطنية وصولا إلى بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. والكرامة، نعم، لقد كنت مطمعا للغزاة منذ قديم الأزل، نظرا لموقعك الاستراتيجي المميز الذي منحك قيمة اقتصادية وعمرانية كبيرة. حماك الخالق يا غزة العروبة، فكل التحية لغزة الأبية مقدمة من الزهراء نهى منهل وندى مسعود وسلمى مسعود في أبيات شعرية معبرة. أغزو كل صباح نحو الموت وكل مساء نحو القبر، فيقطع أحشائي الألم ويرهقني نصف الأرواح، فيقطع قلبي رهلة طفلي يعصر غلف الثوب
He is Al-Hajj Ashur. May Allah have mercy on him. He is a man of diligence and daring smile. He is one of the well-known people who took part in solving problems and issues of Palestinian society. He lived abroad for many years before he returned home to start with his brother charity work. They founded the Al-Quran Charity Society to extend its services to the Palestinian families, especially young people. He was working with his brothers to improve services offered to all people, especially under the hard conditions we live. Now, that Allah may have mercy on him and his soul rest in peace. Thank you for all your time, and may Allah protect all of you. البعض وإن غابت روحنا معه، وبعضهم يستوي حلا وترحالا. قالوا أبالك مشغول بمن رحلوا، قلت هل كان لي من بعدهم بال. وكما في اللغة أسماء ممنوعة من الصرف، ففي القلوب وجوه ممنوعة من النسيان. لا أخفيكم سرا إني ولأول مرة تمنيت لو أنني كنت شاعرة كي أقول معلقة أرثي بها والدي علني أفيع حقا، لأني وجدت ما أكتبه من كلمات عادية مهما بلغت بلاغتها وفصاحتها لا ترقى إلى هامته المضيئة. إن أصعب ما قد يحدث في الحياة هو فقدان الأب، فتجدنا قد كبرنا لفراقه وتألمنا، ولكن ما يخفف عنا غياب أبي إنه كان رجل في دولة ودولة في رجل. كان وسيظل رمزا لقوتنا وفخرنا رغم ما أصابنا من ألم الفراق. كان ولا يزال خطوتنا الأولى ونبراسنا الذي ينير قلوبنا. علمنا أبي أن نصبر أمام أمواج البحر السائرة. أعطانا أبي بلا حدود. علمنا معنى الحياة. أمسك بأيدينا على دروبها. كنا نجده معنا في ضيقنا ونجده حولنا في فرحنا. هو تاريخ الزمان، هو رمز الحنان. كان قلبه لا يغفو إلا بعد أن تغفو كل القلوب. ولو كان للحب وساما فأبي كان بالوسام جدير. ماذا أقول وهل كلامي منصف في حق قطب راسخ رباني. لو قلت دهرا ثم دهرا لم أكن أنصفت منه لقاء ما رباني. رجل كتاب الله في جنباته ورحم صبره فاض بالقرآن. رجل كتاب الله في جنباته ورحم صبره فاض بالقرآن. لا العمر بعدك في مضيه موغلا، لا العمر بعدك أبي في مضيه موغلا لولا الرضا بمشيئة الرحمن. إني لسانك في ردائي، إني لساني في رداء مكانني. ما طاوع القلب الجريح لساني، لو طاوع النفس اليراع لملني بحر المداد أداه في شفآني. والخير منه يشع دون مشقة لسؤاله فتجيبك العينان. والخير منه يشع دون مشقة لسؤاله فتجيبك العينان. أبتاه قد جاورت ربا شاكرا يجزيك روضا من رياض جناني. كيف أصوم شعرا لست أدري أيا رجلا تخير له العقول. وهل أبكيك أم أجد بفخر وكلتا حالتين لها دليل. فلا شكوي إذا أقبلت يكفي ولا دون الردى حزن يقول. أردد عنك ما أسقيه شعرا بحور الشعر وافرها بخيل. غالي كلما فكرت
المرحوم الفاضل الحاج عاشور أبو مسعود رحمه الله شخصية كان يشار إليها بالبنات. والشكر كل الشكر والتقدير لقاعدة الهرم وملته للعم الفاضل أبو عماد أمين سر الجمعية الريفية، هذا الصرح العظيم الذي شيده عم أبو عماد مع والدي يدا بيد وجنبا إلى جنب منذ البداية. والشكر لكل الطاقم الذي أشرف على أداء فعاليات هذه المحيط، وأخص بالذكر روضة الطيبة الإسلامية ممثلة بالسيدة أم حمزة، ولا أنسى الفريق العامل معها وكذلك أنستنا الصغيرة الآنسة مقبولة. أما أصدقاء أبي فأقول لهم إنكم كالمبرة على كلما اشتد المطر كلما ازداد الحاجة إليكم، وثمار الأرض تجني كل موسم لكن ثمار الصداقة تجني كل لحظة. وإن رأيت أمامك حجرا فارمي به خلفك وتقدم، امدحوا حسنات بعضكم وتجاوزوا عن الأخطاء. كان أبي رحمه الله يقول لي دائما إذا قرر أصدقائي القفز بفوق الجسر فإنني سوف لا أقفز معهم، لكني سأنتظرهم تحت الجسر لأتخطاهم. ما أحلاك أبي، ما أحلاك تمشي في الحناء، وما أحلاك طورا إذا تميل، وما أحلاك تخفو في هدوء إذا ما حل في الدار المقيل. وتحمد رب هذا الكون دوما فلا ينسيك الخطب المهول، وما أحلاك تخفي عن قديم له ذكرى تحف له الطيول. شموخا بالتواضع مستكيفا وأنت بخارق الكون الجليل. عرفت بنسلك العطاء دوما، عرفت بنسلك أجر العطاء دوما، على إيمانك الخير جزيل. شكرا لكم مرة أخرى، وشكرا لأن أبي كان أبي. عفوا الشريف مرة أتقدم بالشكر الجزيل لعم أبو عماد، وعفوا سأقدم اسمي واسم إخوتي درع شكر وشهادة تقدير اسم الأسرة فيتفضل أخي أبو مسعود يقدم له الدرع مشكورا.
مجلس الإدارة أن نواصل السير على منهج الحج أبو مسعود، لأنه كان شعاره دائما أن نساعد الفقراء، أن نمد يد العون إلى كل المحتاجين. شعاره دائما الإحسان وعمل الخير. حج أبو مسعود كان حقيقة منارة لمن يعرفه ولمن لا يعرفه. الابتسامة لا تغادر محياه، وإننا نحتسب هذا الجهد وهذا العناء أولا ابتغاء مرضاة الله وعلى روح الحج أبو مسعود الطاهرة، وعلى روح جميع شهداء فلسطين وعلى جميع أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بالجميع، حياك الله على الرحب والسعة. فإن وجودكم معنا اليوم وإن قدومكم إلينا هذا القدوم السعيد ليدل على مدى الأخوة والصداقة والوفاء والمحبة التي جمعت بيننا بين الأخ أبو عماد. وجزاكم الله خير وأحسن إليكم وجزاكم الله كل خير هذا المعروف الذي قدمتوه لنا. فإن وجودكم بيننا اليوم هو أكبر عزاء لنا في خيرنا المرحوم رحمة الله عليه. وبارك الله فيكم وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم.